ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة البرتقال بالجزر، بس مضاف له مكون تالت مخليه في حتة تانية خالص من جماله وحلاوته. كل اللي هيدوقه عندك مش هيقعد يقولك هو ده ايه. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس واعملي شير للفيديو عشان يوصل كل جديد. بس شكله جميل ازاي، شكله جميل وكبير وصغير هيحبه قوي، وطبعا مفيد جدا يعني. يلا بقى تعالى نشوف عملناه ازاي. معانا كده كيلو من الجزر، مسكناه قشرناه وخرطناه بالشكل ده، وحطيته بقى انا في الحله عشان خاطر انا هسلقه، وغطيته يا دوبك بس بميه. انا مش هضيف له اي اضافات يعني، مش هحط ولا سكر ولا اي حاجه، انا بس هحط له ميه بس وهحطه على النار. معانا بقى كده برضه كيلو من البرتقال، يبقى انا هحط كيلو من الجزر عليه كيلو برتقال. مسكته قشرته وقسمته نصين عشان خاطر اطلع البذر اللي جواه، وبقى معايا بالشكل ده. وبعد كده همسكه بقى اعبيه. كل واحد بقى على حسب ما انت عايزه تعبي، كتير قليل دي بقى حاجه بتاعتك انت. وخليت كده واحده من البرتقال عشان خاطر اعمل بيهم عصير واوريهولكم. الجزر بقى لقيته، حسيت ان هو لسه ناقص له شويه. ده بقى اللي هو المكون اللي بقول لكم عليه التالت، اللي بيودي في حته تانية خالص. ده قمر الدين، حاجه كده روعه. هحط بقى عليه بتاع حوالي نص كوبايه من الميه السخنه. بصوا يا جماعه بجد والله مديله طعم جميل جدا فوق ما تتخيلوا. انتي مش عارفه هو يعني، انتي وانتي بتشربي كده البرتقال بالجزر مش عارفه هو ده ايه اللي فيه من حلاوته. لو انتي بقى مش عندك القمر الدين اللي هو ده، في اللي هو زي تانك، بس تانك بقمر الدين. انا بوريك يعني اللي هو تانك بس قمر الدين. لو انت عايز تحطي تانك برتقال حطي، بس انا عايزاكي تانك قمر الدين، بيبقى فيه منه بطعم قمر الدين، بيبقى جميل قوي. ومسكنا بقى حطينا بقى البرتقال اللي احنا هنحطه في الخلاط، حطيته بقى في الخلاط وخلاص بقى البتاع كانت دابت، اللي هو قمر الدين اللي حطيته في ميه سخنه خلاص داب. حطيته بقى مع البرتقال، وهنزل بقى عليهم بالجزر، وهنزل بقى عليهم بالسكر، حوالي 3 معالق ونص كده من السكر، او السكر ده بقى على حسب ذوقك انت وانت تحبي السكر قد ايه. وزودتهم بقى ميه، وهضربهم بقى كويس قوي في الخلاط. بس اول ما بتضربي كده بيدي لون، وبعد ما بتفصلي وترجعي تضربي تاني بيديكي بقى اللون الحلو قوي. هنمسكه بقى نصفيه كويس قوي بمصفى. وبعد كده بقى خلاص يعني اشربي، حطي بقى في التلاجة واشربي بألف هنا والشفا. مسكت بقى كده برضك عبيت الجزر على حسب ما انا عامله يعني البرتقال. هترصيه بقى في التلاجة، كيس برتقال مع كيس جزر، او الجزر لوحده والبرتقال لوحده، دي بقى على حسب ما انتي عايزه يعني. بعد ما حطيته بقى في التلاجة كده وبقى مشبر كده وجميل. بص شكله جميل ازاي. صبيته بقى في الكوبايات الحلوه دي. بص شكله جميل ما شاء الله ازاي. انا عايزه اقول لكم من جماله، من كتر ما هو طعمه حلو قوي، كل يوم رمضان عايزه اغير حاجه، بس انا مش عارفه هم عايزين منه من كتر ما هو حلو قوي، فبضطر اعمله كل يوم. بصوا جميل ازاي، تحفه جدا.